أهلاً وسهلاً بيكم يا أحلى وأجمل متابعين. أهلاً بيكم في قناتكم همسات وحكايات ندى، مع قصة وحكاية جديدة ممتعة جداً وجريئة جداً. بتمنى تكملوها لحد الآخر. وقبل ما أبدأ يا ريت تنزلوا دلوقتي تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ. ألما تعرف تعالج نفسك يا ابني؟ ساكت على نفسك ليه؟ واتجوزتني ليه؟ انت زيك زيي بالظبط كده يعني. ما المرة الأولى بسرعة، إنما المرة التانية دايماً بتطول. قلت له وبعدين يعني؟ وبعدين كل اللي حصل ده في أول يوم بعد جوازنا، بعد ما كان هو مفهمني إنه سبع السباع وذكر بمعنى الكلمة. ذكري هو فين الذكر؟ المهم يا جماعة، فضل يقول لي أنا بحبك وبعشقك وما تسيبنيش وبلاش تفضحيني أنا في عرضك، وكلام كتير من ده. المشكلة الكبيرة إنه زهمني حاجة بعد الجواز ما لقيتهاش موجودة خالص، حتى كوز الدر عنده صغير جدا. يعني حظي وحش ليه؟ ليه طيب؟ أنا الوحيدة أو الست الوحيدة اللي يحصل لي كده؟ ذنب إيه؟ أنا ست وبمعنى الكلمة. نفسي أعيش حياتي، نفسي أتدلع علي عود جبار، جسمي متقسم تقسيمة ما حصلتش، عود فرنساوي جامد جدا يعجب أي حد بصراحة. رجال الحارة اللي أنا ساكناها فيها كلها لما كنت بروح مشوار أو السوق كنت بوقفهم على رجل، خصوص وأنا لابسة العباية السوداء. بجد يا جماعة، كل عيون الناس أو معظم عيون الرجالة كانت بتقطعني تقطيع كده. أنا مها هحكي لكم حكايتي مع جاري اسمه هاشم. هاشم ده كان عنده 39 سنة، كان في الراية حوري جاية، كان بيعترض طريقي يقول لي أنا بحبك وعايزة أتجوزك. أنا ماليش حد في الدنيا، هو مراته توفت، أرمل وعايش لوحده، وعنده شقة كده 250 متر، وبيشتغل في الخضار والحاجات دي، يعني تاجر خضار وفواكه. المهم أنا طبعاً بعد ما اتطلقت كنت قاعدة في البيت، واتطلقت من جوزي بسبب جشعه وبخله، وبصراحة صفر على الشمال في الرومانسية، ما بيعرفش أي حاجة عن الرومانسية، والست بتعشق الرومانسية، واللي انتوا مش معايا رجالة في الكلام اللي أنا بقوله ده. المهم قال لي أنا بحبك وبعشرك وبموت فيكي، ما أقدرش أستغنى عنك، وأنا بصراحة لما بشوفك بحس إن قلبي بيدق، وإنت لو ما اتجوزتنيش أنا عمق ما هتجوز أي واحدة غيرك. وكلام كتير، واشتغلت الاسطوانة بتاعة الحب. صدقته، بس طبعا قبل جوازنا كان فهمنا حاجات كتير، بصراحة راحة ما لقيتهاش بعد الجواز، علشان كده زعلت قوي. طول المفروض ما كانش أبدا يصح إنك تخدعني، خصوصا في حاجة أنا بعشقها وبحبها وما أقدرش أستغنى عنها. أنا ممكن أسامحك في أي حاجة إلا في الموضوع ده، لأن الموضوع ده كلنا كستات بنحبه وما نقدرش نستغنى عنه أبدا. كان لازم تبقى إنسان صريح وواضح معايا، خصوصا الجواز ده مش هزار، دي حاجة أساسية في إن أنا اتجوزتك. طبعا بعدنا أقل من دقيقة ولقيته 13، يعني بصراحة سرعة أمي في حياتي ما شفتها، السرعة الجنونية. فالمهم قلت له أنت إزاي تخدعني وإزاي تفهمني حاجات أنا ما لقيتهاش بعد الجواز؟ ده غلط وما يصحش أبدا، المفروض تتقي ربنا فيا، المفروض تكون إنسان صريح. أنت كبير مش صغير، فاهم وناضج، ما ينفعش كده خالص اللي أنت عملته ده. قال لي معلش والله أنا بحبك والموضوع ده غصب عني، ومش أنا بس اللي بعاني منه، ده رجالة كتير، دي مشكلة سائدة. رد بجه الحلب، قال لي بصي يا حبيبتي، دايما المرة الأولى ممكن، يعني الحنفية مثلا قطع، ممكن بتقطع المرة الأولى، إنما المرة التانية الحنفية بتاعت المية بتيجي بسرعة ومش بتقطع أبدا. وبصراحة فملك تعبي كل الجراكن اللي عندك، طبعا انتم فاهمين. بصراحة قلت مفيش أي مشكلة، أجرب وأشوف بنفسي هل فعلا الحنفية هتقطع المرة الأولى وتيجي المرة التانية ولا لأ. قال لي تمام، وفعلا سمعت كلامه، فعلا حسيت بفرق بعد ما عملت الموضوع ده واستنيت الحنفية، بس يعني فعلا حسيت بفرق، ولكن فرق طفيف بومبو. المشكلة ما اتحلتش من جذورها. قلت له بص بقى يا ابن الناس، اسمعني كويس، عشان أنا اتجوزتك علشان فعلا عايزة أعيش حياتي. قدامك حلين ملهمش تالت، يا إما تروح للدكتور تعالج نفسك، يا إما تطلقني، إنما الحالة دي مرة في مرة مفيش مش هتنفع معايا. أنا ست كنت مخضمة وبعشق الموضوع ده جدا، ومن حقي أعيش حياتي، وللأسف أنت كده ظلمتني وظلمت نفسك. المهم يا جماعة، بعد ما قلت له الكلام ده اتجنن،
قال: أنت إزاي تطلبي مني حاجة مستحيلة زي دي؟ قلت له: هو إيه اللي مستحيل؟ قال لي: الموضوع ده فيه حساسيات كتيرة جدا، ما ينفعش أروح للدكتور وأقول له على الموضوع ده أو أتكلم معاه فيه. سمعتي أهم حاجة بالنسبة لي؟ سمعتي؟ دايما يا جماعة، دي المشكلة الكبيرة. مع إن الطب اتخلق ليه؟ علشان يساعد الناس. أي حد عنده مشكلة الطب بيساعده. إحنا في زمن تكنولوجيا، العالم ما بقاش زي الأول، لكل داء دواء. معرفش ليه معظم الرجالة لما بيكون عندها مشكلة خاصة بالموضوع ده بتكسف أو بتتحرج، أو عندها حساسيات أو مخاوف إنه يروح للدكتور ويعرض مشكلته، مع إن الدكتور ممكن يساعده بشكل كبير على أساس إنك تحل مشكلتك وتبقى أحسن من الأول. وهيمشي معاك بنظام علاج ممكن قصير أو طويل الأجل، بس في النهاية أكيد فيه استفادة. قال لي: لا، مستحيل. شوفي أي حل غير موضوع الدكتور. معقولة أفضح نفسي قدام الناس؟ مش هينفع. شمال يمين داير ما يدور. رفض. هو فعلا قال لي على حل في الأول، الحل ده هو فعلا مشي حاله، بس تقدر تقول 20-30% بس، وبرضه في مشكلة في السرعة. علشان كده أنا قلت لكم القصة دي، كنت عايزة أخد رأيكم. تفتكروا إني أكمل لعب الطريقة دي وأتحمل مع إني ناقصني حاجات كتير، ولا أتطلق منه؟ وتفتكروا كمان أي حد بيعاني من مشكلة زي دي إيه الحل؟ أو إيه المفروض يعمله؟ هل فعلا ممكن يروح للدكتور؟ ولا الموضوع بالنسبة له هيبقى صعب؟